اتحرقتي قبل كده وانت بتطبخي او رجلك سلمت على الشكمان وانت نازل من على الموتوسيكل؟ اول حاجه بتتقالك بسرعه حط معجون سنان او حط ايدك في دقيق. النهارده انا هقولك ليه اللي قالك كده بيضرك مش بيساعدك. معجون الاسنان فيه مادتين رئيسيتين، المنثول والفلورايد. المنثول بيعطيك احساس كاذب بالبروده في الاول، لكنه في الحقيقه ماده مهيجه جدا للجلد المحروق. الفلورايد ومواد التبييض بتحبس الحراره جوه الجلد وبتزود عمق الحرق بدل ما تبرده. انت حرفيا بتعمل طبخه كيميائيه فوق الجرح. اما الدقيق والبن والبيض فدول وليمه للبكتيريا. الدقيق بيعمل طبقه عازله بتخلي الحراره تفضل تطبخ في الانسجه الداخليه، والمواد اللي انت بتحطها على الحرق ده مش معقمه وبتسبب التهابات شديده. واللي انت ما تعرفوش انك لما تروح المستشفى الدكتور هيضطر يكحت الطبقه دي علشان يعرف يشوف الحرق، وده وجعه اصعب من الحرق ذات نفسه. التعامل الصح مع الحرق اسهل من الاختراعات دي كلها. حط الحرق تحت ميه الحنفيه العاديه من 10 دقايق ل 20 دقيقه. الميه هي اللي بتسحب الحراره من الانسجه. اهم حاجه انك تغطي الحرق بشاش فازلين بشكل خفيف علشان تمنع التلوث من البكتيريا والتراب اللي في الهواء. اياك ثم اياك انك تحط تلج على الحرق، لان التلج بيعمل حاجه اسمها ايس بيرن او حرق التلج، لانه بيقبض الاوعيه الدمويه فجاه وبيمنع الامداد الدموي عن منطقه الحرق، وده بيزود تلف الانسجه. امتى تروح للمستشفى؟ لو الحرق مساحته كبيره او طلع فقاقيع ميه، او كان في مناطق حساسه زي الوش والمفاصل. هنا الميه الجاريه ما هي الا اسعاف اولي ولازم تروح المستشفى فورا. المطبخ للطبيخ والحمام للمعجون. الحروق مكانها الصيدليه او المستشفى. شارك الفيديو ده علشان تنقذ حد من علاجات ممكن تشوهه. سلام.